باش نعبروا على موقفنا. رانا صحافة حرة، ما احناش صحافة خاضعة ولا صحافة راكعة. صحافة حرة تعليمات على برا. الصحافة 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 حرة تعليمات على برا. لما نرفع شعار إعلام حر فهذا استحقاق ديمقراطي، استحقاق مجتمعي، ونحن في منعرج خطير لا يمكن أن ننكر ذلك. ولن نخضع، واليوم وغدوة نقولوها، احنا ما احناش راكعين، ما احناش خاضعين، وللصحافة سنكون دائما في الصفوف الأولية من أجل الدفاع على قطاعنا اللي هو ماهوش باش يموت، على خاطر ثم صحفيين صحاح، صحفيين عندهم مبادئ، ما ناخذوش الفلوس، وما احناش تابعين لحد حد، احنا تابعين للقطاع وللصحافة فقط. أصبحت حرية الصحافة مهددة، وهذا أمر أصبح يقيني الآن بعد تدخل الجهاز القضائي والأمني يعني في الخط التحريري باعتقال الزميل نور الدين بوطار مدير مؤسسة موزايك إذاعة موزايك، إحدى الأمثلة الحقيقية على حرية الإعلام، المكسب الذي تحقق وتجسم بعد ثورة الشعب الأبي. اليوم هذه الحرية أصبحت مهددة، نحن نقف اليوم غاضبين محتجين رافضين. قلعة نقابة الصحفيين ستظل قلعة حصينة أمام هذه الهجمة على حرية الإعلام. يسقط مرسوم 54 يسقط مرسوم 54 يسقط مرسوم 54. اولا للتعبير عن رفض على مرسوم 54 اللي هو يحد من الحريات. ثانيا عنا نحب تعريف او نحب توضيح هذه الوقفات اللي قاعده صايره، شنو الاسباب وشنو التهم الموجهه للموقوفين، لانه احنا نمنوا بالحريات ونمنوا بالتتبع القضائي، احنا مع المحاسبه اكيد، لكن ما احناش مع انه يتم ايقاف الاشخاص ومن بعد نبحثوا على تهمه اليوم. ما عادش نجموا نعبروا. اليوم نحبوا حرية الصحافة، اليوم نحبوا الصحفيين شبعانين، نحبوا الاتفاقية المشتركة. يسقط مرسوم 54. يسقط المرسوم 54. يسقط المرسوم 54. يسقط المرسوم 54. يسقط 54. الإعلام حر وسيظل حر بولاده. حريات لا لصحافة التعليمات. حريات. اليوم متواجدين مع الصحفيات والصحفيين في الوقفة الاحتجاجية في يوم الغضب باش نعبروا على دعمنا وعلى مساندتنا للمطالب نتاع اليوم هذا. للحقيقة الوضع في البلاد توا عمال ويمشي يتأزم، الوضعية نتاع الصحفيين وضعيتهم في الشغل الهش، وضعيتهم المهنية الحقيقة فيها مشاكل كبيرة برشا. إضافة إلى ذلك نعتبر أنه ثم زحف نتاع ديكتاتورية، ثم ضرب لحرية الصحافة، بوادر نتاع ضرب مبدأ الحقوق والحريات في البلاد. نحن باش نكونوا إلى جنب كل نفس ديمقراطي وطني يعتق للحرية. شغل حرية صحافة وطنية. 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 حريات دولة التعليمات. حريات دولة التعليمات. اليوم نقف يد واحدة وصف واحد، صحفيات وصحفيين حرائر وأحرار، من أجل الدفاع عن مكسبنا، وهو مكسب لكل تونس ولكل التونسيين، العمود الرئيسي للديمقراطية حرية الصحافة. نقف أيضا تضامنا مع زميلاتنا وزملائنا في المؤسسات الإعلامية المصادرة، وعلى رأسها شمس فام وكاكتوس، الذين واللواتي يعانين الأمرين الآن في ظل التسويف الحكومي لمطالبهن ومطالبهم، وأيضا في ظل التسويف الحكومي نحتج أيضا على هذا التسويف المتعلق بالاتفاقية الإطارية للصحفيين الصناعيين في تونس. هذه الاتفاقية التي أمضتها الحكومة ورفضت نشرها وتضمينها في الرائد الرسمي رغم صدور حكم قضائي من المحكمة الإدارية، حكم بات. الآن حرية الصحافة في خطر. حين نقول أن حرية الصحافة في خطر فنحن نقول مباشرة أن تونس الحرة في خطر، وأن كرامة التونسيين في خطر، وأن حرية التعبير في خطر، وأن حقوق الإنسان في خطر. حرية التعبير هي راهي ما هيش حق لفئة الصحفيين، هي حق مجتمعي، هي رهان للدولة
وخاصة في دولة ديمقراطية تحترم نفسها. وليعلم الكثيرون وليتذكر الكثيرون أن الصحفيات والصحفيين في تونس لم تأتي حريتهم من فراغ، بل دفعوا الفواتير. كنا في السجون قبل 14 جانفي، كما دفعنا الفواتير من قبل سندفعها. نحن مستعدين لتسديد فواتير أخرى من أجل حرية الصحافة. نموت وتحيا حرية الصحافة، نموت ويحيا الوطن.